البنت كانت بتعيط وهي بتكلم أمها وبتقولها إنها وقعت في بير. الأم كانت في الشغل، أول ما سمعت صوت بنتها وهي كده حاولت تهديها وقالت لها يا حبيبتي اطلعي فوق على مكان عالي شوية عشان المطر قرب ينزل. وبعدها على طول نزلت جري، خدت تاكسي ورجعت على الحي، واتصلت بإدارة العقار علشان يلحقوا ينقذوا بنتها. الإدارة بلغت المدير، لكن الراجل كان باين عليه التوتر وبيفرك إيديه بقلق. وفي الوقت ده المية كانت بدأت تغطي رجلين البنت الصغيرة. البنت قالت ماما هو أنا هتنقذ؟ صوتها كان بيتهز. والأم قالت للسواق رجلك على البنزين أرجوك بسرعة. وصلت الأم ومعاها فريق الإنقاذ على المكان، لكن إدارة العقار قالوا إنهم فتشوا كل الآبار ومفيش بنت. الأم ما استحملتش الكلام ده وقالت أنا مش هضيع وقت، ودخلت تدور بنفسها. فضلوا يلفوا على أكتر من بير لكن مفيش أثر للبنت. الأم كانت بتعيط لحد ما وصلت لآخر بير في المجمع، لكن ما كانتش مصدقه إن في عربية مغطية عليه. قربت تبص واكتشفت إن العربية دي بتاع جوزها. اتجمدت لحظة وبصت له بعيون كلها غضب وقالت له هات المفاتيح حالا. جوزها بدأ يتهرب ويأخر الوقت، وفجأة مسك المفاتيح ورماها في الزبالة. الست ما استنتش، نزلت تدور في الزبالة بإيديها لحد ما لقيتها وديتها لفريق الإنقاذ. الإنقاذ حرك العربية بسرعة، لكن وقتها وش جوزها اتغير. بعدها بثواني طلعوا البنت وأنقذوها وودوها المستشفى. في اللحظة دي الشرطة وصلت. الأم كانت عايزة ترفع قضية على مدير العقار لأنه عطل الإنقاذ، لكنه حاول يقلب الكلام وقال إنه كان بيتعاون طول الوقت. بس قائد فريق الإنقاذ جه في الوقت المناسب وقال للأم اطمني بنتك بخير، وقال إن اللي زقها في البير هو مدير العقار نفسه. المدير أول ما سمع كده وشه شاحب وبدأ يترعش. وقالت الأم ليه؟ المدير قال هو جوزك اللي قال لي أعمل كده. في اللحظة دي الشرطة كبلت الاتنين وخدتهم على القسم.